محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله. رزء أطل فجل في الأرزاء، زفراته هبت على الغبراء. يا نكبة عمت على كل الورى، عمت على الآفاق والأرجاء. اي والله هذه النكبة هي التي ابتدأت بها مصائب أهل البيت. تالله رزء محمد أوهى القوى، وطوى الضلوع ومض في الأحشاء. من ذا يعزي المرتضى في المصطفى، والأنبياء بسيد الأمناء. من ذا يعزي المجتبى في جده، حسن الزكي وسيد الشهداء. بعد من المعزى في مثل هذه الليلة اليوم قد فقدت أباها فاطمة، فقدت أباها أرأف الآباء. شلون حالة فاطمة في مثل هذه الليلة؟ وتعج فاطمة بقلب واله، أيوا سيدتا، وحشا مسجرة بلا إطفاء. أبتاه قد أصبحت نهب حوادث، هتكت صروف الدهر ستر عزائي. تصيح أم الحسين بدمع جاري، يا بوي يظلم على فراقك نهاري. والله يا ابو ابراهيم يا رحمة الباري، وصار الفقدة يا كل كون أظلام. تنظر إليه على المغتسل، اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية.
للمغتسل ممدود يا خير البري، يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجماع، وشيل الجفن عن غرته ودع اشباه. هذا الحسن مشعوب قلب انظر لحا، وهذا الشهيد حسين عبرات تجري، ويلي تغسل والدي وين العمى، فوق المنابر ما حلا حلو الجها، قبل ان تشيله خله تودع اليتام، منا بعد ما نرتجي للبيت جاي. الأمر والمرجع لله. قال الله العزيز الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نور القلوب بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم محمد وآل محمد. اللهم صل عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا برسول الله صلى الله عليه وآله هذه المصيبة العظمى والرزية الكبرى برحيل هذا الرسول الخاتم الذي هو رحمة للعالمين، البشير النذير، الذي ما زال مبشرا عن الله تبارك وتعالى لأمثالكم أيها المؤمنون، ونذيرا عن الله تبارك وتعالى لأولئك المشركين والكافرين. رزقنا الله سبحانه وتعالى المواساة لأهل بيته الطيبين الطاهرين في مثل هذا المصاب الأليم، وهي مصيبة عمت على كل الورى، على جميع الناس، على إنسهم وجنهم، عمت على جميع المخلوقات. ليش؟ لأنه هو الرحمة التي فتحها الله سبحانه وتعالى للعالمين جميعا. الحديث في محورين. المحور الأول: كيف نعرف رتبة الموجودات في الكمال؟ لا شك ولا ريب بأن الله عز وجل لم يوجد هذه المخلوقات متساوية في الكمال. لما تقايس الخالق تبارك وتعالى بالمخلوق فتقول هذا موجود، الخالق موجود، والمخلوق أيضا موجود، ولكن لا تساوي وجود الخالق بوجود المخلوق تبارك وتعالى. كذلك إذا رجعت إلى سائر مخلوقات الله عز وجل فإنه لا يصح أيضا أن تساوي كل موجود بالآخر. لا يوجد موجودين متساويين في الكمال، يستحيل ذلك، وإنما الموجودات متدرجة مختلفة في الكمال. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه هي سنة الله عز وجل الجارية في مخلوقاته، التفضيل والاختلاف في الكمال ما بين الموجودات. فهنا السؤال يأتي: كيف نعرف رتبة كل موجود في الكمال؟ يجي واحد يقول: ايش دخلنا احنا بهذا البحث؟ شنو أثره وانعكاسه على حياتنا؟ نقول: احنا حياتنا أصلا هي بما أن الله سبحانه وتعالى فطرنا على حب الكمال، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فحياتنا المفروض تكون سائرة إلى وين؟ إلى ذلك الكمال الذي الله عز وجل من أجله خلقنا. فإذا كنا احنا نسير نحو الكمال ونتوجه نحو الكمال، لابد أن نعرف الموجودات من حولنا شنو مدى كمالها، شنو مدى رتبتها في الكمال، حتى نتدرج من خلالها في الصعود في درجات الكمال. فنسأل هذا السؤال: كيف نعرف رتبة أي موجود في الكمال؟ الجواب على ذلك من خلال طريقين. الطريق الأول أن تنظر إلى آثار هذا الموجود، أن تنظر إلى أعمال هذا الموجود، شنو ترك من آثار، شنو ترك من أعمال، ما هي أفعاله، ما هي الأشياء التي تصدر عنه، وتدرس هذه الأشياء الصادرة عن ذلك الموجود بأي نحو هي من أنحاء الكمال. بعد ذلك هذه الأشياء الصادرة عنه تعكس درجة ذلك الموجود في الكمال. مثال على ذلك: لما تأتي إلى الخالق تبارك وتعالى تريد تعرف كمال الله عز وجل، انظر إلى مخلوقاته، انظر إلى موجوداته، انظر إلى هذا الكون العجيب، انظر إلى هذه المجرات العظيمة، انظر إلى هذه المنظومات الكبيرة، انظر إلى الأرض وما عليها من فجاج، من عجاج، من جبال، من رواسي، تعرف حينها عظمة ذلك الخالق، وتعرف حينها كمال ذلك الخالق. بأي طريق؟ لما رجعت إلى مخلوقات الله، لما رجعت إلى آثار الله، فإنك تعرف عظمة الله سبحانه وتعالى وكماله. خلنا نشوف هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. هذه من خلق الله عز وجل، السماوات والأرضين. أفلا يتفكرون؟ أفلا يتدبرون؟ إذا نظر الإنسان إلى خلق السماوات وعظمتها، إلى خلق الأرضين وعظمة هذا الخلق، ما ينعكس هذا عن عظمة خالق هذه المخلوقات؟ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. بعد قال: والأنعام خلقها لكم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. بعد شنو من خلق الله؟ قال: هو الذي أنزل من السماء ماء ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب. من عجائب خلق الله تبارك وتعالى، ماء واحد ينبت لك أشياء مختلفة، وكل واحد أعجب من الثاني. ينبت لكم بهذا الماء الواحد الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. بعد من خلق الله تبارك وتعالى قال: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. بعد: والنجوم مسخرات بأمره.
بعد من خلق الله تبارك وتعالى قال وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. والنتيجة ما هي؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ لما ترجع إلى آثار هذا الخالق العظيم وهذه المخلوقات العظيمة الكبيرة، هل يتساوى من يؤثر هذا الأثر ويوجد هذه الموجودات ويصدر عنه هذه المخلوقات العظيمة مع غيره تبارك وتعالى؟ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إذا أنت تقايس هذه الآثار الصادرة عن هذا الموجود وهو الله تبارك وتعالى، وقايس سائر الآثار التي صدرت عن غيره عز وجل، يقول الباري تبارك وتعالى أموات غير أحياء. ذولاك الآخرين الذين جعلوهم أنداد من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فإذا نحن عرفنا كمال الله تبارك وتعالى من خلال آثاره، من خلال مخلوقاته. هذا طريق من الطرق لمعرفة كمال الموجود. كذلك أنت إذا ترجع إلى سائر المخلوقات تريد تعرف من هو الأعلى في الكمال، ارجع إلى آثار هذه المخلوقات، شوف الإنسان شنو ترك من آثار، وشوف غيره من سائر المخلوقات شنو ترك من آثار، تعرف من هو الأعلى. ولقد فضلنا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. شلون هذا التفضيل؟ انظر إلى عمارة الإنسان للأرض، وانظر إلى سائر المخلوقات التي تعيش مع الإنسان على الأرض، أيها أعلى في الآثار والصنائع. تشوف الإنسان شلون أعجب وشلون أبدع من صنع في هذه الكرة الأرضية. وين كان الإنسان وين صار الآن في عمارة الأرض؟ فتعرف حين أن هذا الإنسان بما أن له هذه الآثار العظيمة هو أكبر من غيره في الكمال أيضا. هذا الطريق الأول. إذا أردنا أن نعرف كمال أي موجود نرجع إلى آثاره، نرجع إلى أفعاله، نرجع إلى أعماله. إن كانت هي عظيمة تدل على عظمة ذلك الموجود وعظمة ذلك الذي ترك هذه الآثار. الطريق الثاني لمعرفة رتبة الموجود في الكمال، لا ترجع إلى آثاره ولا ترجع إلى ما تركه من أفعال، فإنه قد يشترك الموجودات في الأفعال أيضا. نبي الله إبراهيم لما حاج ذلك الملك ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. شلون حاج؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. شنو جاوب ذلك الملك؟ قال له أنا أحيي وأميت. إذا ربك يفعل الحياة والموت أنا أفعل الحياة والموت، فأنا وربك مشتركان في الأفعال. ليش أنت تقول ربك هو أعلى وأكبر مني؟ فهذا الطريق قد لا ينفع أحيانا. تجي ترجع إلى آثاره، الناس قد تكون مشتركة في الآثار، هذا الإنسان يصلي وذلك الإنسان يصلي، أيهما أعلى عند الله تبارك وتعالى؟ ما تعرف من خلال مجرد الأفعال، صلوات، صيام، نسك، هذه لا تدل على كمال ذلك الإنسان أحيانا. فأي طريق نسلك حينئذ؟ أكو طريق آخر. الطريق الآخر روح ابحث على صفات ذلك الموجود في باطنه، روح ابحث على صفات ذلك الموجود في جوهره وفي كنهه.
شوف أي صفات يتحلى هو بها. ارجع إلى ذاته، ارجع إلى باطنه وداخله، شوف بأي صفات هو يتحلى. كل ما كانت صفات الباطنية أعلى كمالا كلما كان ذلك الموجود أعلى في الكمال. خلنا نضرب مثال أيضا بالله تبارك وتعالى. تريد تعرف عظمة الله؟ لا ترجع إلى آثار صنع الله تبارك وتعالى، ارجع إلى صفاته في ذاته هو عز وجل. شنو عنده من صفات في ذاته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، يعني ليس له شريك في ذاته. هذه صفة عظيمة. هذه ليس له شريك يعني ليس كمثله شيء، يعني لا أحد يقاس بالله تبارك وتعالى. ليش؟ أنه لا يوجد أحد يشترك مع الله في صفاته العليا تبارك. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس العزيز السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. إذا كانت له هذه الصفات العليا وله الأسماء الحسنى، شلون أن يكون له شريك في كماله؟ شلون أن يكون له شريك في ألوهيته تبارك وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى في صفاته الذاتية لا يوجد كمثله شيء تبارك وتعالى، فتعرف عظمة الله عز وجل من صفاته الذاتية. كذلك إذا رجعت إلى سائر الموجودات، تريد تعرف كمال هذا الموجود وهذا المخلوق، روح فتش على صفاته في داخله، فتش على صفاته في باطنه. كل ما كان في داخله يتحلى بصفات عليا كل ما كان أكثر في الكمال. كنا قد يشترك بعض الناس في نفس الصفات الظاهرية، هذا يصلي ويصوم وذاك يصلي ويصوم، هذا يذهب إلى الحاج وذاك يذهب إلى الحاج، هذا يعطي في سبيل الله وذاك يعطي في سبيل الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أمير المؤمنين يتصدق وهو راكع، وغيره أيضا يتصدق وهو راكع. ليش تقول بأن هذا هو أقرب عند الله من غيره؟ تريد تعرف ليش هو أقرب؟ روح ارجع إلى صفاته في باطنه وداخله، فتش على صفاته الداخلية، شوف هذه الصفات التي يتحلى بها في جوهره وفي باطنه وفي قلبه، هذه الصفات القلبية كيف لها من العظمة، تعرف حينها عظمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. المحور الثاني نريد أن نعرف كيف هي رتبة رسول الله صلى الله عليه وآله في الكمال. كثير من الباحثين إذا أراد أن يبين لك مرتبة رسول الله صلى الله عليه وآله في العظمة يقول لك تعال شوف الرسول كم جاهد في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كم عانى رسول الله مع المشركين في مكة المكرمة، كم عانى رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل ترسيخ هذه الدعوة في نفوس المؤمنين به في ذلك الظرف العصيب في مكة المكرمة، وكم لاقى من أذى المشركين، وكم لاقى هذا الرسول العظيم زين في دعوته الإخفاتية، في دعوته الجهرية إلى الله عز وجل. وبعد ذلك هاجر هذه الهجرة العظيمة من مكة إلى المدينة، وما عاناه رسول الله في غزواته مع المشركين، وما عاناه رسول الله مع المنافقين الذين كانوا يعيشون معه. هذه هي عظمة رسول الله.
ولكن هل بهذا الطريق تقف على حقيقة مكانة الرسول من الله تبارك وتعالى وكيف هي رتبة رسول الله في الكمال؟ لا تستطيع أن تقف على كنه معرفة هذا الرسول بهذا الطريق، لا يوقفك على حقيقة مرتبة الرسول في الكمال. ليش؟ لأن سائر الأنبياء أيضا صبروا، سائر الأنبياء عانوا ما عانوا مع أقوامهم في سبيل الدعوة إلى الله، سائر الأنبياء نشروا بالمناشير في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فكيف تعرف أن الرسول هو أعلى من غيره؟ لا تعرف من خلال هذا الطريق. إذا تريد تعرف مكانة الرسول تعال فتش على صفاته هو صلى الله عليه وآله في داخله وباطنه، كيف كان يتحلى من صفات. تعال انظر إلى عظمة رسول الله في صفاته القلبية مع الله تبارك وتعالى، تعرف حينها عظمة هذا الرسول العظيم. يقول تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. بمن هو متصل هذا الرسول؟ هذا العلم الذي عنده، هذا العلم اللدني الموجود في باطنه، الذي منه خرج هذا القرآن العظيم، الذي منه خرج لنا هذه العترة الطاهرة، الذي منه هذا الباطن العظيم انفتح نور الله تبارك وتعالى بأوسع ما ينفتح على العالمين جميعا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شلون تعرف هذه العظمة؟ تعرف هذه العظمة إذا رجعت إلى رسول الله في هذه الصفات الباطنية: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. يقول الإمام: دنوا واقترابا من العلي الأعلى. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ومن شدة اقتراب الرسول لربه تبارك وتعالى كان يعرج إلى الله تبارك وتعالى مرات ومرات. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذا رجعت إلى صفات رسول الله في باطنه هو صلوات الله وسلامه عليه تعرف أنه هو أقرب الخلق إلى الله عز وجل. أول ما خلق الله تبارك وتعالى هو نور نبيك يا جابر. أحب الأشياء إلى الله لما خلق الله عز وجل العاقل قال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك وهو رسول الله محمد. اللهم صل وسلم محمد وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله عظمته عند الله تبارك وتعالى لا توصف. اقترابه من الله عز وجل قاب قوسين أو أدنى. هذه عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك يشتاق الحبيب إلى حبيبه. في مثل هذه الأيام ينعى رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه إلى المسلمين، يعني هو راحل إلى ربه تبارك وتعالى. ولذلك كان يغشى عليه تارة بعد أخرى في مثل هذه الأيام،
ثم يفيق الرسول ويقول ادعوا إلي حبيبي. يدعى له رجل بعد آخر يعرض عنه رسول الله، ثم يقال لفاطمة ادعي إليه أمير المؤمنين، والله إنه لا يريد غيره. لما دخل عليه أمير المؤمنين قال ادنوا إلي يا علي. دنا منه أمير المؤمنين، أدخله في لباسه، وضع فمه على فيه. يقول أمير المؤمنين علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. تدخل عليه فاطمة وهي باكية حزينة، أبا يا رسول الله أراك مفارق الدنيا وهذه عساكر الموت تغشاك. يقول لها بلى يا بني أنا مفارق الدنيا، وأما أنت يا فاطمة فأنت المظلومة بعدي، وأنت المستضعفة بعدي، وأنا بريء ممن عاداك، وأنا بريء ممن ظلمك. أنت بضعة مني وروحي التي بين جنبي. ثم يغشى على رسول الله ألا هل من باك ومحمدا، ألا هل من نادب وسيدا، ألا هل من صارخ وسيدا. الرسول في مثل هذا الوضع الأليم، بينه أمير المؤمنين، بينه الزهراء، بينه الحسنان، يدخلان يصرخان يبكيان حتى يقعا على رسول الله. يأتي أمير المؤمنين ينحيهما، يفيق رسول الله من غشوته ويقول يا أبا الحسن لا تنحيهما، دعهما يتزودان مني وأشمهما ويشماني، فإنهما سيظلمان بعدي، ألا لعنة الله على ظالميهما. ورسول الله يغشى عليه مرة تلو الأخرى، غربت عيني بين عمي دس باليدين، شوف يدير العين لنا ومد رجله، وجبريل ينعى والفلك متعطل عليه، والمصطفى ينادي يا فاطم لا تنوح، بطل البواكن شعاب قلبي يا حزين، لازم يا بنت اليوم عزك تفقدي، وثاب المصايب عقاب عيني تلبسي، ومنك يكسرون العدا بالباب ضلعي. وفاطمته وسيدته خرت على ابوها تصيح بدمع سجا، إن كان ضلعي يكسرون بصاير الباب، وصل كرار بي ووصل أصحاب، لحد علي يجتري يا قرة العين،
عظم الله أجوركم، بينما رسول الله كذلك. وإذا بالباب تطرق، تفتح فاطمة الباب، من بالباب؟ قال غريب يستأذن بالدخول على رسول الله. قالت له فاطمة اذهب فإن الرسول عنك مشغول. ذهب ورجع مرة أخرى، طرق الباب، ولن واحد على الباب يتخفى بكلام، ينادي أهل بيت النبوة والإمام، بالله دخلون على المظلل بالغمام، أطلب الرخصة من النبي نور المسلمين. صاح النبي قومي يا زهرة وافتح الباب، هذا الذي ما يهاب من حاجب أبواب، ها يم الحسن هذا اللي مفرق بين الأحباب، بس الله الله عقاب عيني بحسن وحسين. عظم الله أجوركم، دخل ملك الموت على رسول الله مستأذنا: يا رسول الله إن ربك يخيرك بين البقاء واللقاء، ينظر الرسول إلى جبرائيل: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. امضي يا ملك الموت فيما أمرت به، ألهل من صائح وسيدا، ألهل من نادب ومحمدا. بينما رسول الله كذلك ورأسه في حجر أمير المؤمنين، إذ عرق جبينه سكن أنينه، ألهل من صارخ ونبيا، ألهل من نائح ومحمدا. عظم الله أجوركم، ميكائيل عن يمين رسول الله، جبرائيل عن شماله، ملك الموت قابض في روحه، إذ فاضت روح رسول الله لهل من صارخ ومحمدا. خرج أمير المؤمنين مناديا: عظم الله أجوركم في نبيكم، فلقد ارتحل إلى ربه تبارك وتعالى. هذا والمدينة كلها انقلبت رأسا على عقب، الكل ينادي ونبيا وسيدا ومحمدا. فاطمة لما نظرت إلى أبيها كأني بها قد غشي عليها، كأني بها تريد أن ترتحل مع رسول الله، ولكن لما نظرت إلى الرسول على المغتسل تنادي المغسلين لأبيها: بهداي قلب جسم أبو إبراهيم بهداي، وانت يا ابن عباس بالهان اسكب الماء، طول على المغسل شعبني وفتت حشا، ممرود قلبي وموحشة الدنيا علي، يلي تحفرون القبر واسعوا مكانه، يلي تحفرون القبر واسعوا مكانه، وبهداي نزل جنازته وسفر وجفا، وإلهي عز شال عنا ولا لفا، هيهات بعد تصير عيشتنا هني،
كأني بها تصرخ وتنادي يا ابو إبراهيم يا مخدوم الأملاك، والله يا مخدوم الأملاك دقل شلون الصبر خلاف عينك، والله عيناك يا ابويا من برك محسن فرقك، ياك وصار الفقدك المحرايا يا بأظلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. تطمية رحمة الله والديك. يلا بابا تعال. صلوا على محمد وآل محمد. اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية، اسم الله على طولك يا جمال على المغتسل ممدود يا خير البرية.